مرحبا سويتيز، اهلا بكم بقناتي. اليوم راح يكون الفيديو عن طريقة تركيب الاظافر الصناعية. فاذا حبيتوا تعرفون شلون لصقت الاظافر بكل سهولة فتابعوا الفيديو للاخير. الادوات اللي استخدمتها هي اداة ازالة ودفع الجلد، قصاصة الجلد الميت، قصاصة اظافر صناعية، مبرد ورقي، اظافر صناعية، وصمغ الاظافر. فبداية راح أبدي بهذه الأداة وأقوم بدفع الجلد الموجود حول الأظفر نحو الخلف لجعل أكثر اتساع في منطقة الأظفر، وتسهل عندي عملية وضع الأظافر الصناعية. الخطوة التالية راح أخذ قصاصة الجلد الميت وراح أقص كل الجلد الميت الموجود على الجوانب، وتكون طبقة خفيفة، وراح أكون كلش حذرة من أقص الجوانب لأن هذه الأداة حادة نوعا ما. وبهذا المبرد الورقي راح أبدي بصقل أظافري حتى تسهل عندي عملية وضع الأظافر الصناعية. الخطوة اللي بعدها هي إيجاد أحجام الأظافر الصناعية المناسبة لكل أظفر، وسوف أضعهم بالتدريج حتى تسهل عندي عملية إيجادهم. ولازم يكون اتجاه الأظفر الناعم والمقوس من جهة الجلد، والخشن يكون من الخارج. الخطوة التالية وهي لصق الأظافر. فالصمغ اللي دا استخدمه هو يجي على شكل فرشة. هناك نوعين من صمغ الأظافر، النوع الأول يجي على شكل عصارة، والنوع الثاني يجي على شكل فرشة. أنا أحب اللي يجي على شكل فرشة لأن كثير سهل الاستخدام وينطيني كمية كافية من الصمغ. ومن خليت الصمغ راح أضع الأظفر الصناعي بحذر، ثم أضغط عليه من الوسط لعدة ثواني، وبعدها أضغط من الجوانب لعدة ثواني أيضا إلى أن أحس بأنه الأظفر ثبت. لازم تكون كمية صمغ الأظافر اللي تخلوها كافية. فإذا كانت كمية قليلة فالأظفر راح يوقع بعد عدة ساعات. إذا كانت كمية فائضة سوف يخرج على الجوانب وراح تأذي الجلد الموجود على جوانب الأظفر. فحاولوا تاخذون الكمية المناسبة. هسه راح ابدي بقص الاظافر باداة قص الاظافر. اني دا استخدم هذه القصاصة الخاصة لقص الاظافر الصناعية، احب استخدمها لان اداة جدا سهلة وما تكسر عندي الاظفر. الخطوة التالية وهي برد الأظافر، وراح استخدم مبرد ورقي يكون بجهتين، جهة خشنة وجهة شوية أنعم. فأني راح استخدم الجهة الخشنة لأن أريد شوية أقلل من طول الأظفر. فراح أبدي أبرده بشكل أفقي على هذا الشكل، وبعدين راح أبدي أبرد الجوانب، بس ما راح أبرد الجوانب بهواية لأن أحب الأظفر يكون شوية عريض. والخطوة الأخيرة راح أخذ المبرد الورقي الرباعي وراح أصقل الأظفر، وبعدها أخلي الصبغ شفاف. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم الفيديو بنات. لا تنسون تسوون اشتراك لقناتي حتى يصلكم كل فيديو جديد أنزله. شكرا لكم مرة ثانية وأحبكم. باي باي.